ده ملخص الحلقة الثالثة من المسلسل التركي عيناك كالبحر الأسود والجزء الأول. وبتبدأ الحلقة وبنشوف نرمين وهي بتعنف أزيل وبتعاتبه عشان أخد جونش مع المخزن اللي فيه البضاعة اللي لقوها، وبتقول له قبل كده محمد كان هيروح فيها وربنا سلم، والمرة دي جونش. فجونش بتقول لها وأنا بصفتي محامية العيلة أنا اللي طلبت إني أروح معاه. بتقول له نرمين طب هي راحت بصفتها المحامية بتاعت العيلة، انت رحت بصفتك ايه؟ رد عثمان وقال لها بصفته ابني، وانا اللي طلبت منه كده وراح وانقذ سمعة عيلتنا من التشويه. برافو عليك يا ابني. وبنروح لحواء اللي بتكلم صاحب البضاعة واللي بيقول لها انت عايزة تقولي لي ان البضاعة دي كمان راحت؟ فبتقول له ايوه هي راحت، بس ما تقلقش هنحلها وهنعرف نرجعها تاني. قال لها انا كرهت قصصك دي وشبعت منها، انت ما سألتيش نفسك انا ليه هادي لحد دلوقتي وانا بكلمك؟ قالت له اكيد علشان احنا بينا مصالح كتير. قال لها لا، ده هدوء ما قبل العاصفة. وبنرجع لعثمان مارشال واللي بيقول لكينالي روح انت خليك جنب البضاعة وانا كلمت الضابط وهيجي ياخدها ويحققوا هما في الموضوع. وبيقول له أزيل تحب أروح مع كينالي؟ قال له لأ كفاية عليك اللي انت عملته وتعالى معايا على المكتب عايزك. هنا محمد بيندى عليه وبيقول له انت غلط، حتى لو جونش أصرت تيجي معاك انت كنت منعتها بدل ما كانت خدت الرصاصة في دراعها وتقعد تهلوس بأشياء تافهة. وبعدها حواء بتكلم محمد بتقول له ايه اللي حصل؟ قال لها الموضوع اتغير خالص وابويا اتصل بالشرطة وهي جاية دلوقتي تاخد البضاعة. قالت له الموضوع ده لو حصل اعتبرنا انا وانت ميتين، فيداك مش هيعديها المرة دي. وبنشوف محمد هو واخوه وهم رايحين على المستودع علشان المفروض ان هم اللي هيسلموا البضاعة للشرطة زي ما طلب منه ابوه، ولكن كان في ناس تبع فيدات بتراقبه وبيكلموه في التليفون، واللي قال لهم خلوكم وراه ما يغيبش عن عينكم. وبنرجع لأزيل وهو قاعد مع أبوه واللي بيقول له أنت كان معاك حق، أنا كان لازم أصدقك من أول مرة، بس دول مش أول ناس يخونونا ومش هيكونوا آخر ناس، بس أنا ثقتي فيك تخليني أسألك أنت شايف نتعامل مع اللي زي دول إزاي بحكم خبرتك؟ قال له أزيل للأسف أنا ما بفهمش في الشغل بتاعكم، أنا كل قصتي مع حواء وطاري اللي عندها. وبيستأذن وبيقوم يمشي. وبنرجع لنرمين اللي دخلت على جونش اللي كانت في الحمام ولقت تليفونها بيرن، فردت وبتقول لها أنا نرمين في مقام خالد جونش، بس هي مش موجودة دلوقتي، لو في حاجة مهمة أنا ممكن أوصلها لها. فقالت لها احنا كنا عاوزين ننشر الصور اللي أخدناها في حفلة افتتاح المدرسة هي والشاب اللي كان معاها، واللي بتستغرب نرمين وحبت تعرف مين الشاب ده. بس جونش خرجت من الحمام وخدت منها التليفون وقالت المشرفة أنا هبقى أكلمك تاني. وبنروح لدورسون واللي كان ماشي وبيتفاجئ بفتوش ورا منه في العربية واللي ابتدت هي كمان تعجب بيه واللي عرضت عليه إن هي توصله بالعربية. وبنروح لمحمد اللي بيروح للبوليس وبيسأله الضابط وبيقول له هل فعلا حواء هي صاحبة البضاعة دي؟ قال له محمد احنا شاكين بس ما اثبتناش حاجه. فقال له الضابط احنا هنخلص اجراءاتنا وهنروح على المستودع عشان ناخد البضاعه وهنبلغك قبلها، وبيقوم يمشي. وبنروح لنرمين واللي بتتصل بواحد معرفتها في شركه الاتصالات وبتقول له انا هطلب منك خدمه عايزك تعملها لي، تعرف لي مين الشاب اللي كان مع جونش في حفله افتتاح المدرسه؟ يا ترى الموضوع ده هيكون سهل؟ قال لها حاضر انت تأمري. وبنروح لمحمد واللي أخوه كان واقف مستنيه بالعربية وبيفتح الباب لقى واحد جنبه ثبته بالمسدس، بص في الكنبة اللي ورا لقى فيدات صاحب البضاعة رافع المسدس في وشه وبيقول له اركب، وبيركب والعربية بتمشي. نروح لأزيل اللي واقف قدام الشركة بتاعت حواء علشان بيراقبها واللي جونش أصرت إن هي تيجي معاه، وفعلا بتنزل حواء وبتركب عربيتها وبتمشي وأزيل بيمشي وراها. وبنرجع تاني لفيدات ومحمد واللي بيقول له انت ضيعت لي بضاعة في الأول ب30 مليون دولار وبعد كده ضيعت لي بضاعة تانية بملايين الدولارات، وانا لو قتلتك مش هستفاد حاجة وملاييني هتروح عليا، لكن لو ابوك عثمان مارشال هو اللي قتلك انا بعدها ممكن اخد فلوسي منه، لان الابن الفاسد اللي زيك ابوه مش بيحبه لانه بيدمر له حياته وبيسوء سمعته، وانا لو قلت له ان انت اللي بتهرب لي البضاعة اللي لقاها على سفينته انا متأكد انه هيقتلك، بس انا هديك فرصة تانية لحد نص الليل، لو فلوسي مرجعت ليش انا هقول لعثمان مارشال. وبنروح لأزيل وجونش اللي لسه واقفين بيراقبوا حواء واللي كانت في المطعم بتتغدى، وبيجي لأزيل تليفون من دورسون وبيقول له تعالى بسرعة في حاجة مهمة،
وبيمشي أزيل من هنا ومحمد بيوصل من هنا، اللي راح لحواء وقال لها إن فيدات جالي وطلب مني 30 مليون دولار قبل نص الليل، هتقدري تساعديني إني أسدهم له؟ قالت له أنت شايف الرقم اللي أنت بتقوله 30 مليون دولار، تفتكر أنا معايا المبلغ ده دلوقتي؟ قال لها طيب هعمل إيه معاه؟ قالت له حلك الوحيد إن أنت ترجع له بضاعته اللي في المخزن بتاعكم اللي انتم محتفظين عليها. قال لها ازاي يعني؟ قالت له معرفش، اتصرف اعمل اي حاجة، المهم ان لازم بضاعته توصل له وهو ده اللي هينجيك منه. وبنروح لعثمان اللي مجمع كل الموظفين اللي بيشتغلوا عنده وقال لهم انا متأكد ان فيكم واحد بيخوني وبيشتغل جاسوس لاعدائي وبينقل لهم كل الاخبار، بس انا هديله فرصة، لو طلع شجاع وجاء قدامي وقال لي انا اللي عملت كده يا عثمان انا هسامحه. ولما محدش رد منهم قال لي كنالي عايزك تتحرى عنهم كلهم وتعرف كل حاجة عنهم وكل شيء بيملكوه وحساباتهم كلها، عشان ساعتها لو طلب مني العفو أنا مش هرحمه. وبنروح لأزيل اللي راح لدورسون وبيوريله دورسون واحد من اللي كانوا بيحملوا البضاعة على السفينة شافه في كاميرا المراقبة. وهنا أزيل بيقوله بس للأسف وشه مش باين، صعب نعرف مين ده، لازم ندور على طريقة تانية تكشف مين هم أصحاب البضاعة. وبنرجع لمحمد واللي راجع البيت وامه بتقوله انت سايب جونش ليه؟ انا عايزاك تتكلم معاها وحاول تقربها منك، لان دي اللي هتكون زوجتك في يوم من الايام، وانا مستعجله على الموضوع ده، لاني ابوك لو عايش لك النهارده مش هيعيش لك بكره، وانت لازم يكون عندك عيله واسره علشان تبقى فعلا كبير عيله مارشال. فعلا دخل على جونش وبيسالها دراعك عامل ايه؟ قالت له احسن بس محتاج اتغير عليه. قال لا انا هغير لك عليه علشان عايز اتكلم معاكي. وبيقول لها انت عارفه كويس انت بالنسبه لي ايه، انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانا بحبك. ردت جونش وقالت له واحنا من يوم ما وعينا على الدنيا واحنا عايشين مع بعض وكبرنا مع بعض، يعني زي الاخوات، وانا مش حابه اسمع منك الكلام ده تاني. وبيروح محمد لخاله حقي واللي بيقول له انا عارف ان انت ماسك كل حسابات ابويا وعارف ان انت خالي اللي بيحبني واللي لو طلبت منه اي طلب مش هيرفضه. قال له خاله يعني انت عايز ايه؟ قال له انا عاوزك تطلع لي من حساب ابويا 30 مليون دولار. قال له خاله مستحيل طبعا اقدر اطلع مبلغ كبير زي ده من غير علم عثمان مارشال. قال له ازاي مش هتقدر؟ هو مش ابويا مأمنك على كل فلوسه؟ قال له عشان هو مأمني على كل فلوسه انا ما اقدرش اعمل حاجه زي دي. بيطلع من عنده محمد واللي لازم يجمع 30 مليون دولار علشان يديهم لفيدات قبل نص الليل، وراح للريس ضيا وطلب منه المبلغ وقال له انا مستعد اديك اي مستند قانوني وهرجعهم لك بالارباح كمان. قال له ضيا انتم بقالكم فتره كبيره بطلتوا تحملوا لنا سلاح على سفينتكم، لو تضمن لي ان ابوك يرجع الشغل بينا زي ما كان انا مستعد ان انا ادي لك المبلغ. قال له انا اللي اضمن لك ان الشغل هيرجع زي ما كان، انت بتتكلم مع كبير عيلة مارشالي في المستقبل. قال له اللي بيجي وبيشتغل من ورا الكبار ملهوش مستقبل. وبنرجع لكنالي اللي دخل على رجالته في المخزن وبيقول لهم مكافحة المخدرات على وصول، طلعوا كل الكراتين دي بره علشان نسلمها لهم. وبنرجع لجونش وأزيل اللي كانوا قاعدين مع بعض في الجنينة وبيجي لها اخوها وهو متضايق وبيقول لها انت ايه اللي مقعدك هنا؟ قالت له قعده عادي وازيل مش غريب. وهنا ازيل قال لها اخوك عنده حق، هو خايف عليكي. قال له اخوها وانت مالك، ايه اللي دخلك في الكلام؟ وقال له اخته يلا اتفضلي معايا. وبتيجي نرمين بتقول لازيل مش انا قلت لك مالكش دعوه بجونش وان جونش هتبقى مرات محمد ابني في يوم من الايام؟ قال لها ازيل واحنا هنرحل من هنا قريب خلاص. وبتنتهي الحلقة على كده. أتمنى تكون نالت رضاكم وأتمنى تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.